اهلا ماما، اتفضلي. اهلا بيكي يا بنتي. اتفضلي هنا في الصالون. والنبي ما انا قاعده الا هنا، هو انا غريبه يا بنتي؟ طب على كيفك يا ماما، اتفضلي مطرح ما يعجبك. جوزك يا بنتي جالنا وسايباه مع ابوكي عمال بيشتكيله منك. هو حصل ايه تاني؟ هو لا يشتكي ولا حاجه، انا مش قاعداله. ازاي بقى يا بنتي؟ مش تطولي بالك، ده جوزك راجل طيب وصالح، وما تنسيش ان فيه بينكم 4 عيال. يا ماما انا زهقت خلاص، كفايه. فضلت مطوله بالي عليه 7 سنين دلوقتي، انا خلاص ما بقتش اقدر استحمل اكتر من كده. يا عليا يا بنتي خليكي عاقله، انا بس مش قادره افهم انتوا ازاي لحد دلوقتي ما انتوش عاوزين تتفاهموا وتعيشوا كويس زي ما خلق ربنا؟ ولا فيه سر مخبياه عني يا عليا يا بنتي؟ قوليلي، ده انا امك برضو. ولا سر ولا حاجه يا ماما، هو عصبي وانا عصبيه، ولا فيش بينا اي تفاهم. بصراحه يا بنتي انا ولو اني ما بملش كتير لجوزك، لكن قال على رأي المثل ان كرهتوهم ما تكذبوش عليهم. انا مش شايفه فيه عيب ابدا، والراجل طيب طيب صحيح. انا اصلا استاهل اللي ما سمعتش كلامك واتجوزت سيد ابن خالتي، اقل له كان عارف مقامي وما كانش يزعلني كل ساعه والتانيه، بدل مراته الغريبه عننا واللي موريها الهنا كله. على كل حال يا بنتي استحملي، اهو كل الرجاله كده. احنا في جوز يا ماما، مش في كل الرجال. كون جوزك عصبي عليا ده ما يبقاش عيب، واجب عليكم تستحملوا بعض عشان ولادكم اللي مالهمش ذنب. يا ماما ما تتعبيش نفسك، احنا خلاص اتفقنا. اتفقتوا على ايه؟ على الطلاق. بتقولي ايه؟ حبريم الحق والمستحق ويطلقني. انت اتجننتي يا شيخه؟ تف من بقك، الطلاق قال. هو ما قالش لبابا؟ يا شيخه خليك عاقله، ولادكم ال4 اللي زي القطط المغمضه يروحوا فين؟ هسيب له حماده وفاطمه واخد ساميه وكمال، عشان كمال لسه طفل. وابوكي فكرك يوافق هو ولا اخوكي؟ ايوه يوافقوا، وان ما كانوش هيوافقوا والله لا موت روح. ليه بس يا ابني ما تطول بالك؟ لا خلاص احنا اتفقنا. طب ما دام اتفقتم، امال مالك زعلان ليه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. اتفقنا على الطلاق. بتقول ايه؟ فلا الله ولا فالك يا شيخ. والله يا عمي هو ده الحل الوحيد، لان عليا اصبحت عشرتها صعبة عليا، هتتسبب لي في هدم الاسرة. انا راجل عندي اولاد صغيرين وعايز اربيهم. يا ابني ما تسيسها، ده انت راجل برضه وتقدر. والله يا عمي انا ما خليتش طريقة تخطر على بالك الا ونفذتها، لكن بكل اسف فشلت كلها. طب يا ابني ما تخليها تيجي عندنا كام يوم لحد اعصابكم ما تهدى وتروق. يعني ما انتش فاكر سيادتك لما سافرت اسبوعين اجازة بعيد عنها عشان كل واحد مننا يروق، وبعد ما رجعت من الاجازة انك تدار من تاني؟ طب استنى يا ابني لما امها ترجع ونشوف قالت لها ايه. هتقول لها زي ما بقول انا دلوقتي، هي مصرة على الطلاق وانا موافق، والاحسن ان كل واحد يروح لحاله. والله يا ابني انا ما اقدرش اجبرك على شيء رغم ارادتك، وعلى كل حال انتوا احرار تعرفوا شغلكم مع بعض. والله يا عمي كل شيء نصيب، واللي يؤمر به ربنا هو اللي بيكون. عملت ايه يا زينات؟ والله يا سي كمال يظهر ان مفيش فايدة. ازاي؟ بنتك دماغها ناشفة قوي، وغلوب تنصحها وهدي فيها، مفيش فايدة، عاوزة إلا لازم تتطلق. وجوزها لسه نازل قبل ما تدخلي انت ب10 دقايق، والاخر مصر على الطلاق. بيني وبينك يا سي كمال انا مش شايفة على الراجل اي غلط، بنتك هي اللي غلطانة. والله هي حرة بقى، دلوقتي سرقها السكينة، وبكرة لما يسيبها ترجع تتندم وتعرف ان الله حق. اهلا اهلا وسهلا، خطوه عزيزه يا اخويا. اهلا اهلا بيك يا رأي. وازاي عليا والاولاد؟ مش بخير؟ بخير والحمد لله. انما قول لي، هي سابتك ازاي تيجيني طنطا؟ والله هي ما سابتنيش، انا جاي اريح اعصابي شويه. ليه كفل الشر؟ اياك اتخانقتم تاني وتالت ورابع، لكن المره دي هوضح حد وننتهي. ازاي يا محسن؟ هطلقها. تطلقها؟ لا يا اخويا حرام عليك عشان ولادك. هي هتاخد الاتنين الصغيرين وانا هاخد الكبار، ده احسن حل. لا لا يا محسن يا اخويا، عليا برضو طيبه وبنت حلال واحسن من غيرها، وان كانت عصبيه شويه لكن بخاطرها
بكرة تعال. بكره تعقل بكره تعقل، تنك تقولي لي الكلام ده من زمان لما انا اللي قربت اتجنن. معلش يا اخويا، هدي نفسك، دي عليا غلبانة ومنكسرة. دي طب قولي عليها جباره، قولي عليها قويه مش منكسره. انت ما بتشوفيهاش لما بتغضب وتفنجل عينيها وتفضل تزعق وتصرخ وتدور الضرب في الخدامه والعيال لما المساكين اتسقموا من كتر الضرب؟ ولا نسيتي بتقول عليكي ايه؟ معلش يا اخويا، الله يسامحها، لازم برضو تضحي شوية علشان ولادك. يا راقية يا اختي، انا حاولت المستحيل مع الست دي، وكل يوم اقول بكره تعقل بعده تعقل، مفيش فايده. تصوري انها بتغير منك، وكل ما تعرف ان عندك فستان جديد ولا جبتي حته صيغه تقول لي لازم تجيب لي زيها. اختك مش احسن مني. الله، طيب انا ابويا وامي متوفيين وورثه وليا اراضي، وجوزي ماهيته كبيره ولا عنديش عيال زيكم، وانت ارادك على ماهيتك بتصرفهم على البيت كله، مش عليك لوحدك زيي. يا ما قلت لها وفهمتها كتير وبرضه مش عايزه تفهم. لكن تقولي ايه في الغيره العاميه؟ يا اخويا، ما انا بطلت ادخل بيتكم عشان امنع الخلافات اللي بتحصل بينكم بسببي، واديك يا اخويا بتزورني في طنطا من وقت للتاني علشان اطمن عليكم. معلش يا اخويا، بخاطرها، عشان خاطر ولادكم. دي ما عندكيش فكره بقت اخلاقها ازاي يا راقيه. تصوري اني بكون راجع من الشغل طهقان وجعان وتعبان واعصابي منهاره وروحي في مناخيري، وبدل ما تقابلني بابتسامه حلوه تنسيني تعبي ولا بصدر حنون يرفع عن اعصابي، الاقيها مكشره ولو يبوسها شبرين زي ما يكون في بينا تربايت كده من غير سبب. قال ايه الخدامه عملت وعملت والاولاد رخرين. طيب وده وقته. تقولي لها ايه؟ افضل كاتم في نفسي واضغط في شعوري وادخل اقلع هدومي برضه تستمر في الموشح ده. نقعد ناكل، ما تسكتش بقى ولا تقول لها كلمه كويسه ابدا وحياتك. زي ما يكون ما بيحللهاش النكد والعكننه الا على الاكل، تفضل تسمم في بدني لحد ما اقوم واسيب لها الاكل، ترجع تعيط وتقول لي انا رايح اموت نفسي. يا شيخ بلاش مبالغه. والله زي ما بقول لك كده، وكل ما غير مجرى الحديث ترجع تاني تدور على كل اسباب النكد والمناغصات وتعملها. وان كان بالصدفه كده ما عندهاش حاجه تقولها، تعرفي تعمل ايه؟ تبتدي تطلب في طلباتها اللي ما بتنتهيش ابدا، واقول لها يا شيخه مش كده، الماهيه والايراد محسوبين ومعروفين، لازم نعيش على قدهم بس. مفيش فايده، مش عارف اذا كانت غبيه ولا بتتغابى. طيب ما فيش حد من اهلها يعقل لها؟ غلبت كتير، اشتكتها لابوها ولامها، وياما كتير نصحوها من غير فايده، لدرجه ان اخوها احمد من كتر عمايلها البايخه وحماقتها المتواصله اللي بتنتهيش بطل يجيلنا من كتر كسوفه منها. ايوه، اخوها في الحقيقه راجل طيب وحقاني يا محسن. اللي فلقني وفارسني بعد كده انها تعمل كل عمله والتانيه تخلي عقلي يشت، ولما اصور فيها ولا اتكلم غصب عني تقوم تقول عليا انا عصبي واخلاقي محدش يستحملها. عصبي؟ طب ده انت طول عمرك هادي ومعروف في العيله بطولة بالك وحبك للهدوء. معلش يا اخويا، عليا برضو احسن من غيرها. هي فاكره ان الجواز ده ايه؟ عباره عن خدمه البيت وخلاص؟ طب ما الواحد يقدر يجيب له خدامه ويوفر على نفسه تعب القلب وحرق الدم والاعصاب كل ساعه والتانيه. معلش يا محسن، عشان خاطر ولادك. اسمعي يا راقيه، ما تتعبيش نفسك، احنا خلاص اتفقنا على الطلاق وهو ده الحل الوحيد. انا متاسفه قوي، اتاخرت عند ماما. لا معلش، وانا كمان لسه جاي من طنطا دلوقتي. صحيح؟ وازاي يا ابله راقيه؟ بخير. امال فين الاولاد؟ هم والخدامه سبتهم يباتوا الليله دي عند ماما. قصدك يعني عشان ما يحضروش ايوه. برضه عملتي طيب. وهي ليله وبكره الصبح من بدري ان شاء الله زي ما اتفقنا نجيب المأذون وكل واحد يروح لحاله حسب رغبتك، مش كده؟ ايوه. بس انا ليا عندك رجاء. افندم. بما ان دي اخر ليله فحب انها تعدي كده يعني على خير من غير اي مناقشه. اتفقنا؟ حاضر. خلينا نجرب ولو نعيش ليله واحده في حياتنا من غير نكد. ايوه. اقل علشان تترك في نفوسنا اثر طيب وتبقى ذكرى. حاضر. يبقى اتفقنا. فاكره ليله زفافنا؟ ايوه فاكره. كنت ليلتها لطيفه وظريفه وهاديه زي دلوقتي كده، والشهر الاولاني لجوازنا فاكره؟ كان اسعد شهر في حياتنا. بدأ بتاني يوم جوازنا لما قلتيلي صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا حبيبتي، ايه اللي صحاكي بدري كده؟ سعيده يا محسن، هطير من الفرح. طب والله فكره، يلا بينا ناخد شنطنا ونطير. على فين؟ اسكندريه، مرسى مطروح، الشام،
اي حته تعجبك نمضي فيها شهر العسل ونرجع. وليه المصاريف دي يا حبيبي؟ ما نمضيه هنا في البيت ونوفر فلوسك. يعني قلبك عليا؟ طبعا، ان ما كانش قلبي يكون على جوزي هيكون على مين؟ ربنا ما يحرمنيش منك ابدا ويديم سعادتنا للابد ان شاء الله يا رب. على كل حال انا موفر مبلغ مش بطال عشان نصرفه في الشهر ده، لازم اساعدك بكل الطرق. الله يسعدك. يلا بقى نقي لك حته نسافر فيها اوام وما يكونش عندك فكر من جهه المصاريف. طب ما دام مسرع السفر هقول لك على حته جميله جدا ها؟ وفي الوقت نفسه رخيصه جدا. فين؟ في حلوان، ايه رايك؟ وهو كذلك. يلا وانا هساعدك في توضيب الشنط. لا دي شغلتي انا، خليك انت مستريح يا حبيبي وانا حالا هوضبهم. ادينا يا ستي وصلنا حلوان. برضه مصممه ننزل في الكنده رخيصه؟ ايوه امال ايه، مش لازم نمشي على قدنا، انا عارفه اللوكاندا وعارفه صاحبها. طيب يا ستي اوامرك مجابه مدام في المصلحه.